شمسنا بس احنا لينا نهار. الحلم لسه في أرضنا لو حتى صبحت نار. غابت شمسنا بس احنا لينا نهار. الحلم لسه في أرضنا لو حتى صبحت نار. صوت الطيور ضحكة ولد أحلام وجواه. ايه ذنبنا وذنب البلد والدنيا ناسيانا. صوت الطيور ضحكة ولد أحلام وجوانا. ايه ذنبنا وذنب البلد والدنيا ناسيانا. غابت شمسنا بس احنا بايدينا هنقول وصوتنا هيوصل لو بس حسينا ان احنا قلب كبير بنخاف عليه من غير. ان احنا قلب كبير بنخاف عليه من غير. مش برضو مننا شمسنا. شمسنا بس الحياة باقية طول ما النفس فينا هتعيش أسامينا. قرب وحب الناس أصل السلام إحساس. قرب وحب الناس أصل السلام إحساس. وده كل حلمنا. غابت شمسنا بس احنا لينا نهار. الحلم لسه في أرضنا لو حتى صبحت نار. صوت الطيور ضحكة ولد أحلام وجوانا. ايه ذنبنا وذنب البلد والدنيا ناسيانا. غابت شمسنا قرب وحب الناس أصل السلام إحساس. قرب وحب الناس أصل السلام إحساس. وده كل حلمنا. غابت شمسنا اقصى عليكم يا مصريين. يلا ما حافظتوش على البلد. يلا ما حافظتوش على البلد. اقصى عليكم. منكم لله. منكم لله. بالورقة والقلم خدتي
مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. عارفة سواد العسل اهو ده اللي حالك ليه وصل. ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل. يا بلدنا عندها نفسها يا كل حاجة وعكسها. ازاي وانا صبري انتهى لسه بشوف فيكي امل. مصر ان شاء الله بخير. انزل بس انت ادعلها، انت اللي شربت من لها، انت اللي قربت تغني لها، وكنت لما بتحزن تمشي في شوارعها وتشكلها. دور في جواك بتلاقاها، هي الصحبة وهي الاهل. عارفين نسيانها ابدا مش سهل، عارفين وحشاك عشان تبكي عليها. هي الام ومفيش بعديها. وعدك يا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. ترضاك وهي بتحضنك وهو ده اللي جننك. بلدنا تعرف لو سكنها ولا هي بتسكنك. بتسرقك وتسلفك، ظلمك وبرضه بتنصفك. ازاي في حضنك ملمومين وانتي على حالك كده. لينا فيكي حق ضايع من زمان، واللي ياخد حقه عمره ما كان جبان. بس هو الحق يتاخد كده. انا عن نفسي بتأسف ومش مكسوف عليك يا مصر، كان لازم اموت بالخوف. انه الناس اللي ماتت دي ولادنا واخواتنا وما كانش عندهم اي اطماع شخصيه، والصور اللي طلعناها امبارح بتقول كده. تاني ما اعرفش انت شفتهم ولا لا يا وائل؟ انا مش شفتش على الشاشه طالعين دول شباب زي الورد، هم دول ورد الجناين، دول اللي نزلوا زي ما قال وائل. لا عايزين حاجه، ما تعيطش يا وائل، وائل ما تعيطش. دول ناس لا كانوا عايزين رئاسة حزب ولا ناس قتلهم الفقر وخارجين بسبب ان الدنيا ضيقه في وشهم. دول خرجوا بس لوجه مصر، خرجوا بس لوجه البلد، وقالوا اللي ما قدروش يعملوه الاجيال اللي قبلنا احنا نقدر نعمله. احنا مش نشطاء، احنا ما بنتمولش من حد،
احنا عايزين نقول احنا بنحب البلد. ولولا أنني لست في حل أن أعلن عن أسماء أو اسم بعيني لكنت قلت إنه في شخص مباشرة قال فكرة التعويض المادي واللي ممكن يساند بشيء أو بشكل ما موجود وجاهز، وما أقدرش أقول أكتر من كده لأني لست في حل من ذلك. أنا عايز أقول لكل أم وكل أب بجد فقد ابنه، أنا آسف بس دي مش غلطتنا، والله العظيم غلطتنا، دي غلطة كل واحد كان ماسك في السلطة ومثبت فيها. عايز أمشي. أنا أحكي حكاية الرجولة وشهامة كرامة مصريين، إخواتي حبايبي اللي راحوا واللي ضحوا علشان يعيش ملايين. يا رب صبر كل أم وكل أب على الفراق، طمن قلوبهم إنهم عندك أغلى خلق الله. يا رب صبر كل أم وكل أب على الفراق، طمن قلوبهم إنهم عندك أغلى خلق الله. ولادك يا مصر، ولادك الصغيرين اللي دخلوا التاريخ في يومين. طيب جراح السنين، شهداء 25، شهداء 25، شهداء 25، شهداء 25. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر يا بلد النصر. رجالة وأمك ورم ومحبة وجدعنة في الشدة والأرض، الحب والجهد ولادنا وإحنا الشعب والدعوة. فرحنا من كل قلوبنا والفرحة هلت في بيوتنا.
ولا حد. شوفي كم مصري بيرفع اسمك يا مصر. شوفي وقفتنا في وقت الجد للبلاد اخوات. بحبك يا في الشدة وقصر. بحبك يا مصر. احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل لا يمكن هيجي أسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانة قد اللي كنا فيها. كان الناس بتضطرب في الإقسام قدام مراتاتهم وأمهاتهم بالجزم وبالبراطيش، كانوا بيتخوزقوا، كانوا بيطلعوا دين امهم، كانوا بيعملوا فيهم كل حاجه. احنا كنا في عصر اسود ومهبب. خلونا اتكلم بقى واقول اللي حصل النهارده. انا كنت اتكلم يقول لي اوعوا تشغلوا الواد ده، اوعوا تشغلوا الواد ده يقعد كده زي الكلب. وكنت اقول للناس، اقول لهم والله العظيم 3 ربنا هيحلها. كانوا رجال اعمال اصدقائي يبصوا لي يقولوا لي ده جامد، ده اجمد من ربنا. والله العظيم 3 كانوا بيقولوا اجمد من ربنا. انت القوي ونحن الضعفاء، انت الغني ونحن الفقراء، يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. واحد جه قال لي مره، قال لي على فكره يا عمرو روح شوف لك بيزنس كده، افتح محل جزم ولا محل بتاع، انت عمرك ما هتشتغل تاني. عمرو اديب وعماد اديب، عماد اديب ذلوا اهله. راجل علشان كان بيقول كلمه حق. ابدا، اوعى الراجل ده يبان اصله محترم وبيعرف يتكلم. يا جماعه احنا انتوا فاكرين انتوا اي بلاغات النهارده؟ انتوا سامعين كلام جديد؟ كنا بنقول كل الكلام ده حديد، اسمنت، ارض، احتكار، زنا، دعاره، فلوس من تحت الترابيزه، فساد شرطه، كل ده كنا بنتكلم فيه. بس ايه؟ اتكلم زي ما انت عايز واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس فك وخلاص. كانت عيانه، كانت في المستشفى. كان نفسي اطلع بس يوم اقول لها الله دعاكي الصبح وفي الفجر جيب بنتيجه. العيال اللي طلعوا احسن مننا احنا جبن، رغم ان احنا اتكلمنا وقلنا كل حاجه، بس احنا ما كانش عندنا القدره ان احنا نتحرك. كان بيكلم كل البرامج، مفيش برنامج كان بيكلمه. كنت اقول له لا، لازم تعرف الحقيقه. كنت واعي، كنتش متخيل ابدا ان احنا كنا ممكن يعملوا فينا كده، يسكتوا بلد كامله، يخصوا شعب باكمله. انما لا، دكوره ورجاله. الشعب ده دكوره ورجاله. كان نجيب ساويرس لما عاوز يكلمني من موبايل بنته. طبعا ما كانش بيفرق لان هم كانوا بيلاقوا تليفوناتنا ببصمه الصوت. انت قاعد حياتك كلها تكلم. انا كان ليا اصحابي يا يسري ما كانوش يسلموا عليا، بقوا بيخافوا. لا 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 لا، ده الكلب اللي اترمى. النهارده يا يسري احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا. احنا بنحتفل بانتهاء الذل. لا يمكن ضابط شريف من الضباط المحترمين اللي انت بتشوفهم في دول بيخشى ربنا، دول مش بيخشى ربنا، ما كانش عندهم ربنا. ايدينا ورمت يا جماعه. احنا 300 اسره وبنشتغل محطه. احنا لمينا للبلد في يوم وليله 30 مليون جنيه. انا كلمنا احمد عز بعد ما مشوه، قال لي على فكره انت السبب ان الشعب المصري مش راضي. اهلا يا احمد. اخبار الرضا النهارده ايه؟ اخبار الرضا عند مصر ايه النهارده؟ انت اللي كنت يا احمد بتقول له الشعب يا فندم راضي. عندهم عربيات، بيشربوا بيبس وكوكاكولا، بيركبوا اجهزه تكييف، شوف بيستهلكوا وبتاع ازاي، معدل التنميه يا ريس كذا.
انتوا اللي جننتوا الناس، انتوا اللي قعدتوا. كان العيال بتتقتل في التحرير وانتوا جايبين الكوبري العربيات ماشيه عليه زي الفل وحلوه. يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. اي حد بيسال النهارده احنا بنحتفل بايه؟ ان ما عادش فيه ظلم. حضرتك النهارده مفيش حد هيوقفك في لجنه ويقول لك اديني 20 جنيه. ما حدش النهارده هتخش مرور ولا بتاع يقول لك اديني 50 جنيه. ما حدش لما تبقى جايب 4 سنين جيد جدا وعايز تبقى معيد في الجامعه بتاعتك هتتعين معيد في الجامعه بتاعتك. بلدنا هتبقى حلوه، بلدنا جامده قوي. كل المليارات اللي اتسرقت ديت تعرفوا ان البلد دي كان فيها فلوس كتير جدا. النهارده ليله ذهاب الذل من مصر.